السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشتونا. كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص، العيد خلص والأيام الجميلة عدت بسرعة. الواحد والله زعلان إن الأيام ديت بتعدي بسرعة، إن يعني بجد دي كانت بتبقى أحلى أيام في السنة يعني. فأنا كنت قاعدة أجازة طويلة طبعا في رمضان. قلت خلينا ايه يعني، يعني نستغل الشهر دوت على أكمل وجه يعني. وربنا يا رب يعني ايه، يعني يجعلنا، يعني يجعلنا إن إحنا عملنا حاجة كويسة في الشهر ده. فأنا قررت إن أنا معملتش حاجة في رمضان، قلت أقعد يعني كده إيه، أبقى مهتمية بالشهر يعني وده. وبعد رمضان بقى ما خلاص قلت بقى إيه، أتفرج بقى. قلت اتفرج على يعني ايه المسلسلات والحاجات اللي نزلت في رمضان. قلت كده كده يعني ال- النت موجود، فاي حاجه هتفوتنا مش مهم نستنى في رمضان، بعد رمضان نتفرج. قلت اما اشوف يعني، اما اشوف كده يعني ايه. وانا قاعده بقى في العيد بقى جبت طبق كحك بتاعي وكوبايه الشاي. قلت اقعد اتفرج، اشوف ايه الحاجات اللي نزلها لنا في رمضان، اللي المفروض ان يعني هم عارفين ان الشهر ده شهر خير وبركه، وإن شهر المفروض الناس يعني إيه تبقى فيه يعني مهتمية ومقربة لربنا أكتر. أكيد يعني هينزلوا حاجات يعني تهتم أكتر، وإن يعني يكونوا يعني مراعيين شوية. يعني عندهم بقيت شهور السنة يعملوا فيها اللي هم عايزين، مش هيعملوا يعني هم في شهر رمضان حاجة يعني. هيسيبوا الشهر كده إيه يعني، يجيبوا حاجات خفيفة كده حلوة لطيفة يعني. مش هيبدعوا في الشهر دوت. وإذ به وعليه وكان وفانا أفوجئ ببلاوي، ولا كأننا احنا مش في شهر رمضان. او الحاجات دي نازله في شهر رمضان، او كأنها نازله في ايام عاديه، ومع ان دوت اصلا. فقلت هيهتموا يعني ان في شهر رمضان يعملوا حاجه جميله وكده. فالصراحه صدمت وسعدت من اللي انا شفته، ان دوت مثلا بيتعرض، المفروض ان ده في شهر رمضان. ما تيجي نشوفه. بس قبل ما نشوف ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت توصلوا الفيديو دوت 50 لايك. مش عايزه غير 50 لايك بس. اعملوا لي 50 لايك يعني، يا ريت يعني. لو الفيديو شفته وعجبك اعمل لي لايك عشان نقدر نوصل الفيديو ده 50 لايك. ويلا بينا نبدأ. يلا بينا. انا جيت ونبدأ بقى. انا قلت ايه، كان في مسلسل كده اسمه مسلسل ايه، قال ايه اسمه مسلسل العتاولة. قالوا ايه ده الجزء التاني اتعمل منه الجزء التاني. اه قلت يبقى اكيد طالما اتعمل منه الجزء التاني يبقى اكيد الجزء الاولاني جامد، عشان كده عندهم افكار ان هم يعملوا منه الجزء التاني. ايوه فعلا. ايوه فعلا عجبني قوي. ده تأليف بجد يعني. يعني مسلسل اقل ما يقول عليه ان هو مسلسل فظيع. فظيع تحت الصفر يعني. انا بتفرج على مسلسل، المفروض ان انتوا بتقولوا ان الفن رسالة. فين الرسالة اللي حضرتك بتقدمها لي في هذه المسلسل؟ مفيش حاجة. مفيش رسالة. مفيش كتابة عدلة. مفيش أي حاجة خالص في المسلسل. مسلسل يعني أقل ما يكون عنه إنه أصلا ما ينفعش يتعرض في أيام زي رمضان أو بعد رمضان. مسلسل كله يعني كلام، معظمه إيحاءات. يعني معظم الكلام تحتيه كلام مستغطي، وكلام ما ينفعش إن مثلا عيلة يبقوا قاعدين مع بعض بيتكلموا، يعني عيلة قصدي قاعدين مع بعض اب وام وعيال ان هم يتفرجوا على مسلسل زي ده. ما اعرفش يعني اموت واعرف هو المؤلف يعني ايه اللي خلاه يعمل الجزء الثاني من المسلسل. يعني ايه المضمون اللي في المسلسل. انا مش شايفاه يعني، مش شايفه ايه المضمون اللي هو اصلا في المسلسل عطولي، ولا ايه المعنى ولا الرساله اللي وصلها لي. عشان كده هو قرر ان هو يعمل الجزء الثاني. انا شايفه المسلسل عباره عن حبه افيهات، على حبه ايحاءات، على حبه كلام من هنا. حتى ما فيش يعني سكريبت كويس، ما فيش اي حاجه. انا ما بتكلم، انا هنا بقيم المسلسل كمشاهده عاديه جدا. انا لا بقول مين بيمثل كويس ولا مين بيمثل وحش. مش مشكلتي ومش اشغالي، ومش بشغل نفسي بالكلام ده. انا لما بقعد اتفرج على مسلسل او بتفرج على حاجه، ما بتفرجش على مسلسل ولا عشان اشوف مين لما بقعد اتفرج على مسلسل ما بتفرجش بقول مين بيمثل كويس ومين بيمثل وحش. مش مشكلتي ان المسلسل يكون كويس
ينفع اتفرج عليه انا ومثلا انا والعيله كلها من غير ما ابقى قاعده ان انا محروجه ان انا بتفرج على مسلسل اصلا؟ يعني يعني فاهمين ان انا قاعده بتفرج على مسلسل عادي، ان هو ينفع يخش بيتي؟ يعني ينفع مسلسل يخش بيتي ان انا اتفرج انا وعيالي والعيله، وان انا مبقاش قاعده مكسوفه؟ لا، ان المسلسل فيه حاجه غلط. لا، المسلسل فيه حاجه غلط. يعني مسلسل كتابه صفر. ايه الرساله حضرتك اصلا انت اصلا عايز توصلها لي؟ مفيش رساله، يعني صفر رساله. انا شايفه ان المخرج ولا المؤلف جابوا الفنانين قالوا لهم كل واحد عنده كلمه يطلعها وهنعمله مسلسل حلو. فين اصلا المسلسل؟ مفيش مسلسل. لا، خد بقى كل دوت يعني ان مفيش رساله مفيش مسلسل، ماشي يا عم هنعدي. لكن 3/4 او ربع المسلسل في كباريه وخمره في رمضان. ده في رمضان يعني كده. انا بص يعني انا اتفرجت بعد صعقت ان ده مسلسل عادي ان هو يتعرض في رمضان. يعني مسلسل 3/4 نصه في كباريه او ربع في كباريه، وطول المسلسل او نص المسلسل بيشربوا خمره في رمضان. ايه بقى انت ايه الرساله اللي انت وصلتها لي؟ ما فيش حاجه وصلتها لي من الرساله من المسلسل. يعني ما فيش حاجه. وجايبين كده ممثله اسمها مي القاضي، تقريبا هي مش لابسه في المسلسل. يعني بدله الرقص يعني شايفين صورها؟ انتوا شايفين طبعا الصور دي. مسلسل هي المفروض طالعه رقاصه في المسلسل، فمولطه من فوق ومن تحت وفي رمضان. مش عارفه ايه اصلا المغزى. انت ممكن عادي تطلعها رقاصه ومعلش لبسها. استاذ المخرج يعني انت لو لبستها مش هيفرق معانا في سياق المسلسل حلو، بس يعني على الاقل هتكون عملت حاجه للشعب، ان انت مثلا ما خدتش ذنوب ناس كتيره اتفرجت على المسلسل ده. ايه ده؟ ايه منظر الفنانه؟ يعني ايه منظر بدلة الرقص ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طب ما عادي في مسلسلات كتيرة بيجيبوا رقصات بس بيبقوا لابسة الرقاصة لابسة محتشمة شوية عشان عارفين ان ده زفت مسلسل داخل بيوت. يعني زفت المسلسل دوت بيبقى داخل بيوت. حضرتك المسلسل دوت مش سينما. انت السينما بتعملي بلس 18 بلس 20 بلس 25، ماشي، انا اللي بخش وبدفع التذكرة وانا اللي بمزاجي، انا اللي داخله ادفع، يبقى انا اللي عايزه اخش اتفرج على القرف. لكن انت في المسلسلات عامه انت خبطت على بيتي غصب عني ودخلت فيه، مش بمزاجي غصب عني، ان التلفزيون ده شغال 24 ساعه. ماشي، انت دخلت غصب عني في البيت. فانت لما عشان تخش بيتي يبقى لازم تحترم المنظر اللي انت هتقدمه سواء لعيله او لافراد او لاولاد. معلش، ايه المنظر بتاع الممثله ده؟ لا، وطالعه تقول لك ده احسن دور جالي في حياتي. احسن دور ايه حضرتك؟ ده مفيش مشهد انا حسيتك انت بتمثلي فيه، او في مشهد اثر فيا ان هو اصلا علم معايا ان انت صح ممثله كويسه. ايه انت حضرتك طالعه ان انت دور رقاصه بلبسه من فوق وبلبسه من تحت؟ هو ده اصلا مسلسل؟ يعني ما اتعملش مسلسل غير عشان هذه، يعني عشان المناظر دي. ايوه، عشان هما يجيبوا مثلا ممثله يقلعوها فهم كده لموا مشاهدات خلاص. لان انت تشوف المسلسل مفيش اصلا في المسلسل مشاهد قصه. مفيش اصلا قصه مفيش. صفر قصه، صفر اي حاجه. انت وصلت لي ايه؟ او انت عايز تقول لي ايه في المسلسل ان انا اخد منه عظه ولا اخد منه عبر؟ مفيش. فين؟ انتوا عمالين تقولوا فن رساله الفن رساله، فين الرساله حضرتك بتقدمها لي؟ مفيش. جايب لي بس الممثله ديت يعني ملطه. بعدين حضرتك انت نزلت الشوارع الاسكندرانيه، والله العظيم اسكندريه خلاص بطلوا يروحوا ويجوا والكلام ده، بطلوا الكلام ده من زمان يا جدعان. يعني انت اصلا ما نزلتش ودرست، يعني انت اصلا بتقدم فن وانت مش فاهم اصلا انت بتعمل ايه. سواء الممثلين انزلوا شوفوا يا جدعان، احنا بطلنا الكلام ده من زمان، احنا
بنتكلموش روحوا ونيجوا ونعملوا، ما بنتكلموش بنزهت الجامعة عادي، بنتكلموا عادي يعني أنا رايحة أنا جاية، إيه المشكلة يعني؟ إيه؟ بعدين أستاذة مي القاضي طلعنا للسنة اللي هي اللهم صل على النبي، يعني اللي هي البتاع دوت الجلابية اللي هي الاسكندراني بطلناها والله ما بنلبسوهاش، تعالى كده خبط علينا في الباب هتلاقينا لابسين بيجامات عادية زي الناس، ما بنلبسوش يعني الجلاليب ديت، خلاص بطلت يعني خلاص يعني. انت 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 مش بتعمل المسلسل في حقبة زمنية معينة، انت المفروض بتعمل في ايامنا، احنا بطلنا والله العظيم ما بنلبسوش الحاجات دي. خبطنا علينا في البيت هتلاقينا لابسين بيجامات عادي يعني لو لبست بيجامة عادية هيبقى حاجة عادية، مش هتبقى عادية. بعدين طول المسلسل هي قاعدة اصلا يعني مملطة كده، يعني طول المسلسل هي قاعدة عريانة كده، شبه عريانة. والله طول المسلسل حتى لو مثلا مش بترقص بس تبقى واقفة ببدلة الرقص ممكن تتكلم عادي، وهي خلصت خلصت نمرتها فهي واقفة بتتكلم ببدلة الرقص. يعني المخرج الصراحة بسم الله ما شاء الله عليه، يعني ما اعرفش، مش محاسس ان هو في رمضان، مش فاكر ان هو في رمضان، ما اعرفش يعني انا مش فاهمة. هيقولك اصلا المصداقية، مصداقية ايه يا عم؟ مصداقية ايه؟ ما عندك بقيت باقي السنة يا عم اعمل اللي انت عايزه، بعيني ده مش مبدأ صح برضه، بس مصداقية ايه؟ مصداقية ايه؟ يعني انتوا ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ اولا مسلسل مفيش قصة، صفر قصة، صفر قصة، مفيش قصة، مفيش حاجة انا اتعلم منها، صفر قصة، صفر كل حاجة، صفر كل حاجة. يعني كل المسلسل يعني مش عارفة اتعمل ليه، يعني ايه المغزى من المسلسل مش عارفة والله العظيم، يعني مش لاقيه له حاجة طلعت بيها استفادة، غير ان الأستاذة اللي هي الممثلة اللي بتقولك أحسن دور في حياتها، اللي أنا أصلا ما شفتلهاش مشهد أصلا معايا في المسلسل عشان يبقى أحسن دور في حياتها، يعني هي مثلا رقاصة مثلا وأثرت، لا ما شفتلهاش حاجة في المسلسل إن هي بتقولك دور حلو مش دور حلو يعني. أقسم بالله العظيم كمية العبث. ليه وصلتونا لكده؟ ليه الناس بقت خلاص فاكرة إن إحنا كده، يعني الشعوب اللي بره اللي بتتفرج على المسلسلات بقت فاكرة إن إحنا كده، يعني مسلسل الصراحة مش حلو، مش حلو بجد، مش فاهمة ايه المغزى من المسلسل، ايه المغزى من المسلسل، انا مش فاهمة بجد انتوا يعني المسلسل ما ينفعش اتفرج معاه على اهلي، ما ينفعش يعني راعي ان انتوا داخلين بيوت، يعني راعي ان انتوا داخلين بيوت ناس غصب عنها مش بمزاجهم. هتقولي معاكي ريموت تقلب لا، هيجي عليك مشهد يمر غصب عنك وانت بتقلب صودة في عايز يسأل ايه اللي بيحصل دوت، ليه انتوا بتعملوا كده؟ ليه فين ضربتنا احنا بتاعت زمان اللي كانت جميلة؟ فين المسلسل البسيط اللي العيلة كلها بتتجمع عليه دون يعني المسلسل مفهوش فيه كلمات حقيقية، مفهوش فيه ناس قلعة كتير، مفيش ناس قلعة أصلا، مفيش فيه قصة بسيطة جدا، يعني قصة أبسط ما تكون البساطة، مفيش بلطجة يعني مسلسلات لغاية دلوقتي أنا ممكن أتفرج عليها مرة واثنين وثلاثة وعشرة. أنا مثلا مسلسل اللي أنا عايش في جلباب أبي ده أنا ممكن أتفرج عليه 20 30 40 مرة. مسلسل مثلا عباس الأبيض في الليل الأسود، وهكذا في مسلسلات كتير من بتاعت مسلسلات فكرتها بسيطة جدا بتتكلم عن العائلة، يعني كلها دايرة عن العائلة. دلوقتي يعني احنا لسه هنكمل مع باقي المسلسلات، هتلاقي كل المسلسلات بلطجة، يعني خلاص بقى ان الشعب المصري او ان الشارع المصري كله بلطجة. يا جدعان لا يا جدعان احنا مش كده، والله احنا مش بلطجية. وطبعا خلصنا مسلسل العتاولة، ندخل بقى على مسلسلين المخرج بتاعهم واحد، طبعا انت عارفين انا قصدي انه مسلسلين، مسلسل ايش ايش
مسلسل سيد الناس. نبدأ أول حاجة مع مسلسل إيش. أستاذ المخرج، أنت مش حاسس إن مسلسل إيش هو مسلسل نعمة الأفوكاتو ومسلسل لؤلؤ؟ نفس كل حاجة. يعني أي مسلسل اتعمل للفنانة مي عمر هو نفس المسلسل، هو نفس السيناريو، هو كل حاجة يعني مفيش تغيير. يعني المسلسل أنا عشان ما اتفرجش على المسلسل يعني هو مسلسل بيتكلم عن واحدة رقاصة، أمها رقاصة وخالتها رقاصة واختها نفسها تبقى رقاصة وستتها رقاصة وابن خالتها برضك ليها علاقة بالرقصات. فهو مسلسل كله رقاصين، يعني بيتكلم عن الرقاصين. فطبعا الرقاصة ديت يا عيني مكانتش عايزة تبقى رقاصة، لا هي مكانتش عايزة تبقى رقاصة، نفسها كانت تبقى حاجة تانية، بس الظروف يعني الظروف هي اللي جبرتها يعني ان هي تشتغل رقاصة. يعني مع ان اصلا البيت بتاعهم تعبان، يعني سواء اشتغلتش رقاصة او ما اشتغلتيش رقاصة في البيت تعبان، فانا هشتغل رقاصة ليه؟ يعني هشتغل ليه رقاصة؟ ما الدنيا كده بايظة يعني. بس معرفش، يا عيني مظلومة اشتغلت رقاصة. هي فعلا اشتغلت رقاصة. حلو. وبعد ما هي بقى اشتغلت رقاصة يا عيني بقى وبيورينا بقى قصة كفاح الأستاذة رقاصة يعني قصة كفاحها. يعني مش هتبقى كده بقى، لأ. فيورينا برضك بقى ايه قصة كفاحها وظروفها الوحشة وقد ايه يعني غلبانة بقى طبعا. حاجة أرجنت خالص طبعا. حلو. فهي طبعا بقى رقاصة يعني. فاللي هيحصل ايه بقى في المسلسل؟ يعني نعمة الأفوكاتو هيضحك عليها. حلو. فهي طبعا مش هيقبل ان هو حد يضحك عليها، فهتعافر وتقاوم وهتاخد حقها بإيديها. قصدي مسلسل شوف من كتر ما المسلسلات بقى شبه بعض فالواحد خلاص عارف ايه اللي هيحصل في المسلسل. يعني الواحد عارف ايه اللي هيحصل، ان الأستاذة الممثلة هيضحك عليها وبعد كده هي هتبقى independent woman وهتاخد حقها وهتبقى امرأة قوية يعني، فهتاخد حقها. كل المسلسلات نفس المنظر وكل المسلسلات نفس القصة. الواحد ما بقاش عارف نعمل أفوكاتو من إيش كله بقى شبه بعض. أنا بس عايزة أعرف أنا استفدت إيه من المسلسل؟ إيه الرسالة اللي حضرتك عايز توصلها لي؟ فهمها لي بس عشان أنا مش واصلاني الرسالة. يعني أنا الرسالة الوحيدة اللي وصلالي في المسلسلات بتاعت حضرتك كلها للأستاذة مي عمر إن هي جامدة جدا، جامدة صح. إن هي ست بنت راجل وما بتسيبش حقها، لازم تاخد حقها. يعني ممنوع ما تعرفش إن هي ما تاخدش حقها، لا لازم تبقى جامدة وتاخد حقها، ولازم تعلم على الكل ولازم تطلع هي الجامدة. لازم ما طلعتش الجامدة يحصل حاجة طبعا. لا يا جدعان ما ينفعش تطلع واحدة ضعيفة باستشهى يا جدعان في ايه؟ لا هي لازم تبقى هي الجامدة، هي البت الست النت اللي مفيش منها اتنين. هي دي الرسالة اللي يعني بتوصل لي سواء من المسلسل ده او المسلسلات التانية. ايه الرسالة؟ ان الفن زي ما بيقولوا الفن رسالة، والفن رسالة سامية والكلام ده. فين الرسالة حضرتك عايز توصلها لي؟ ايه الرسالة اللي انت وصلتها لي؟ مفيش غير بس قرف، بلطجة وقرف. لكن رسالة واضحة مثلا كده ان انت توصلها. خلصنا بقى مسلسل ايش ندخل بقى على مسلسل سيد الناس او جعفر العمدة، او حاجة من الاتنين. هو يا سيد الناس يا جعفر العمدة، يعني احمد سعد او محمد رمضان، ما فرقتش كتير.
المخرج من كتر ما هو شاطر بسم الله ما شاء الله عليه، ما بقيناش عارفين نفرق ما بين محمد رمضان وعمرو سعد، سوري. يعني دي ايه الشطارة دي؟ ده انت مخرج جامد قوي، مخرج جامد لدرجة ان انت تخلي الفنان يطلع، يعني فنان واحد او فنانين اتنين يطلعوا بنفس الشخصية من غير اي تفريق، نفس المشى، نفس الكلام، نفس الزعيق، نفس العياط من عين واحدة. والله العظيم، يعني بسم الله ما شاء الله، جامد، يعني مخرج جامد جدا. وبما ان المسلسل الاولاني طبعا ليه بيتكلم عن جمدان الممثلة مي عمر، فاكيد المسلسل التاني لازم يبقى بلطجة وقرف، لازم. هو ما بيقدمش غير نوعين بس، يا ممثلة تطلع جامدة جدا اندبندنت وومن، وهي اللي تعرف تاخد حقها من الدنيا ولازم تعلم على الكل عشان ما ينفعش حد يعلم عليها. والمسلسل التاني بلطجة وقرف، بلطجة وقرف وجعير وحاجة كده، يعني تقرف بجد والله العظيم. المسلسل ده بقى يعني مي عمر مسلسل ايش يعني، اما المسلسل ده يعني كارثة من الكوارث، كارثة من الكوارث، يعني لا يليق بشهر رمضان ولا غير شهر رمضان، ما بيليقش بأي حاجة خالص. مسلسل دخل بيوتنا ما يليقش بأي حاجة خالص، والله العظيم ما يليقش بأي حاجة خالص. يعني مسلسل ولازم طبعا في المسلسل لازم مشهد في المسلسل، بالذات المسلسلات بتاعت المخرج دوت، لازم مشهد المسلسل ان البطل لازم يبقى يطلع في مشهد عريان من فوق. ليه؟ مش عارفة. سواء مسلسل ده جعفر العمدة، مش عارفة، لازم يبقى يطلع مالتي من فوق، عشان هو لو طلع مش مالتي من فوق المشهد ده مش ينفع. لازم حتما ولا بد، لازم يورينا قد ايه هو جامد من فوق. معرفش ليه، يعني معرفش. بس يعني هو مسلسل اقل ما يقال عنه ان هو مسلسل فاشل من وجهة نظري. قصة اوحش حاجة، اداء ممثلين اوحش حاجة. انا ما بتكلمش عن اداء ممثلين، ما يهمنيش، بس بجد جعير طول المسلسل بيجعر، كل المسلسل ده يعني. وأفورة مش عايزة أقول لكم، اديهم أفورة، كمية أفورة، كأني المخرج الجامد جدا اللي شايف نفسه أجمد مخرج عاجبه الأداء المؤفر ده، حاجة كده أفورة فوق الخيال. يعني أنا مش فاهمة إيه الجمدان، أنا مش عارفة يعني إزاي هو كان مقتنع وإن الأداء ده حلو، وبيقول على نفسه إن هو مخرج جامد، بيقول على نفسه إن مفيش زيه اتنين، ده مفيش بربعيني أداء طبيعي، يعني مش متحسهمش ناس طبيعيين شبهنا، دول ناس جايين من كوكب تاني مش تبعنا، مش شبهنا. واحد بيجعر طول المسلسل، واحدة بتجعر، واحدة طول المسلسل عاملة كده وأوفر كده، يعني مسلسل فظيع بجد، يعني مش عارفة في ايه. يعني وأستاذة إلهام شاهين، أنا أصلا يعني كده يعني لو تتقبلي كلام أنا مش بحبك أصلا، يعني أنا أصلا ما بحبكيش، وبعد المسلسل ده ما حبيتكيش أكتر، يعني لا، يعني انت ازاي قابلة، يعني ازاي تبقي قابلة ان انت بالافوار اللي حضرتك فيها دي؟ لا حضرتك كنت اوفر اوي، يعني خليتيني كده اقول انا ازاي كنت بتفرج عليكي زمان بجد. يعني بعد المسلسل ده حضرتك مسحتي يعني مسحتي الفنية بالسيكا، يعني زي ما بيقولوا. لا بجد حضرتك كنت اوفر اوي، لا اكشنات ولا اي حاجة، يعني كرهتك في المسلسل، لا بس مش لا قدر الله عشان حضرتك عاملة الدور بسم الله ما شاء الله عليكي 100 لا،
عشان إيه حضرتك اوفر، اوفر بجد، يعني اوفر بكل حاجة. آه، استاذ احمد زاهر بجد والله العظيم حضرتك يعني انت يعني حضرتك بجد انا بقيت بكره اتفرج على حضرتك. يعني ما تخلينيش في يوم ان انا مثلا اقول انا عايزه اتفرج على استاذ احمد زاهر بجد. يعني يعني انا يمكن حضرتك اول ما طلعت كنت بحب اتفرج عليه، لكن دلوقتي لا، بجد ما بقتش احب اتفرج عليه. حضرتك اختياراتك ومسلسلاتك بقت وحشه قوي. يعني بقيت انت يعني ان فتحي البرنس هو مش عارفه كان في الدور ده مش عارفه كان اسمه ايه، الجباس ولا مش عارفه، يعني حضرتك انت ما بيتغيرش، ما بيتغيرش. وبعدين كلام اسفاف كتير قوي، اسفاف يعني حضرتك عندك بنات، يعني ازاي تقدر تقول الكلام دوت؟ يعني الكلام مستف كتير وحاجة مقرفة، حاجة مقرفة بجد يا جدعان. يا جدعان انتوا في رمضان، طب احترموا الشهر دوت يعني، وبعد الشهر دوت كنتوا تعملوا اللي انتوا عايزينه. يعني المفروض في مسلسلات بتتعرض في شهر كريم. يعني انتوا ليه عايزين يعني الحاجة الحلوة اللي الواحد مستنيها، الأيام الحلوة اللي الواحد مستنيها، ليه عايزينها تبقى وحشة؟ ليه؟ هتقولي ما تتفرجوش. طب ماشي، وبعد رمضان يعني وحرام ان احنا نقعدوا تعالى نتفرجوا على مسلسل من غير ما ابقى قاعدة مكسوفة، من غير مثلا ما يجي يقول لي ايه الكلام ده، طب ممكن افهم معناه، او مثلا مكسوفة ان اقعد اتفرج مع بابا واخواتي. يعني حرام، حرام. يعني هيحصل حاجة لو عملت مسلسل بسيط. يعني انا مش عارفة في ايه، يعني كله بقى يعني مسلسل كله بلطجة. يعني سيدي الناس ده ماشي عمال يقتل في كله، ناس بتتقتل كده ما تفرهمش، يعني بيخش يقتل تك 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 ويطلع، ومفيش حكومة. يعني المفروض مفيش حكومة في المسلسل. يجي بقى ايه اول ما ابنه يبادر يموت الحكومة تبان. طب والناس اللي اتقتلت في المسلسل البودي جاردات اللي كانوا بيتقتلوا دول، لا عادي، ممكن الناس يعمل كل حاجة براحته، لكن لما ابنه يموت هو بقى الحكومة تقوم بقى وتدور على مين اللي قتل، وهو مش عمال يقتل في الناس في المسلسل. يعني مش عارفة يعني ايه بقى المقصد من الموضوع، برضك مش عارفة. اصلا المسلسل كله يعني المسلسل كله مبني على قصة تافهة، ان هو واحدة بيحبها قتلت مش عارفة مرات اخوه، فهو اخوه قتل مش عارفة ايه، فهو اخدها وخباها 20 سنة. ايه القصة اللي انا مثلا تشدني في المسلسل؟ و20 سنة ده انت جامد اوي، ده انا ده اللي يحبس واحدة لمدة 20 سنة، ايه الجمدان ده؟ يعني بجد ايه الجمدان ده؟ يعني ايه الجمدان ان انت تحبس واحدة لمدة 20، ده انت جامد اوي يا جدع، يعني جامد جامد، يعني ان انت تحبس واحدة 20 سنة، ايه الجمدان ده؟ يعني انا مش عارفة بجد، يعني قصة هبلة. نيجي بقى لأكبر مصيبة في المسلسل، بجد دي أكبر مصيبة في المسلسل والله العظيم، دور الشيخ في المسلسل. أستاذ محمد، أستاذ المخرج أيا كان اسمه، مطلع الشيخ دوت هو أقل ما يقول عليه، يعني ده مش يعني الشيخ ده مش بني آدم مطلعه، يعني أقول إيه، يعني أسبل واحد مطلعه زبالة أوي، زبالة، زبالة، يعني استغفر الله العظيم يا رب. يعني مطلعه ان هو يقدر ان هو يعمل اي حاجه، لدرجه ان هو بيحلل لنفسه يعني بيحلل لنفسه حاجه ربنا حرمها في الشرع، يعني حاجه ما فيهاش جدال، يعني حاجه ممنوع عنها الجدال، اللي هو ان هو كان عايز يتجوز مرات ابوه ومعجب بمرات ابوه، وبيكتب على نفسه ان هو بيحلل لنفسه ازاي ان هو يتجوزها.
عادي جدا، عادي جدا. شوف، شوف يا اخي، ده ويحلل لنفسه اي حاجه، وطلعوا شمام وبتاع بودره وي 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 وي. يعني بص، ده بيطلعوا، يا استغفر الله العظيم يا رب. دي الرقاصه يا جدع اللي انت مطلعها، الرقاصه، الرقاصه بعيلة الرقاصات كلكم، يعني الرقاصة بالعيلة بتاعتها مطلعها أشرف من الشيخ. يعني الرقاصة مطلعها أشرف من الشيخ. الرقاصة ما تقبلش على نفسها الحرام، بس الشيخ يقبل على نفسه الحرام. الرقاصة وعيلتها مش خاينين، بس الشيخ يقبل على نفسه إن هو يخون ويعمل كل حاجة غلط، لدرجة إن هو بيتلاعب بشرع ربنا. لكن الرقاصة لأ، الرقاصة شريفة، الرقاصة شريفة. يعني ما هنش عليه ان هو يطلع رقاصه من الرقاصين اللي كانوا طالعين خاينه، يعني هنش عليه، ما هنش عليه تبقى الرقاصه خاينه وتبقى وطلع الرقاصه اشرف واحده في اشرف من اي حد. لكن الشيخ لا، ازاي؟ لازم يطلعوا خمورجي وبتاع حشيش وبتاع مخدرات واللي ولا ويحلل لنفسه الحرام وبيحلل لنفسه شرع ربنا. ليه؟ يعني انا مش عارفه ليه عامل كده، مش عارفه ايه عامل الاخر كده. هو مسلسل فاشل، لا ينفع رمضان ولا ينفع غير رمضان. مسلسل ما ينفعش تقعد تتفرج عليه انت وعيلتك كده بسلاسه، للاسف، للاسف. وده المسلسلات اللي هي بتخش بيوتنا احنا، يعني المسلسلات دي بتخش بيوتنا غصب عننا، مش برضانا، مش برضاك. يعني المسلسل بيخش بيتك غصب عنك، مش برضاك، مش بمزاجك. دي مش سينما هتروح تدفع تذكره ويقول لك معلش بلس 18 انت عايز تخش يبقى انت اللي دفعت وانت اللي دخلت، اقول لك ماشي على عيني وراسي. لكن المسلسل ده انت دخلت بيتي من غير ما تستأذني، خبطت على بيتي ودخلت غصب عني، هتقفل النهارده بكره غصب عنك هيتفرجوا عليه اطفالك وعيالك. دوت النوعيه اللي عيالنا بيتفرجوا عليها من المسلسلات، للاسف. للاسف عشان كده بنشوف دلوقتي في الشارع كل حاجه غلط، كل حاجه غلط بتتعمل دلوقتي بسبب المسلسلات. مسلسلات لا تمت للشعب المصري بصراحه، بامانه. اقنعني ان دول نزلوا وشافوا الشعب المصري، دول خبطوا على البيوت المصريه وشافوها، مش شبهنا. لا ايش شبهنا ولا سيد الناس شبهنا، لا جعفر العمدة شبهنا ولا غير جعفر العمدة شبهنا. انتوا مش شبهنا، انتوا بجد مش شبهنا. ورسالة بقى للمخرج اللي شايف نفسه ان هو اجمد مخرج، وان مفيش منه اتنين، وان اللي اشتغل معاه وتعارك معاه كان بيقول ان هو اللي فاشل وان هو مخرج ينجح اي حد. احب اقول لحضرتك ان مسلسلك، اي مسلسل اسمه مسلسل الفرجة الواحدة. يعني انا مثلا لو المسلسل شدني فهو شدني مرة واحدة بس، مش اكتر. يعني مرة واحدة بس، يعني ما اعتقدش كده وانا قاعدة في وقت فراغ ممكن مثلا بعد ما اتفرجت على مسلسلك مرة اولى ان انا اتفرج عليه مرة تانية، للأسف. مش مسلسل، اي مسلسل حضرتك عملته، في حين ان في مخرجين تانيين لغاية دلوقتي عاملين مسلسلات محترمة لغاية دلوقتي بنحبوا نتفرج عليها، وممكن اتفرج على المسلسل مليون مرة مش هزهق منه. مخرج مخلد اسمه ان هو عامل حاجة محترمة واني اعرف اتفرج عليها انا والعيلة وما بملش منها. لكن مسلسلات اسمها مسلسلات الفرجة الواحدة. يعني بعد 10 سنين مش عمري في حياتي ما هرجع اتفرج على مسلسل. يعني بص، بعد 10 سنين مش هرجع اتفرج على مسلسل تاني ليه، مش هرجع. يعني مسلسلك بيبقى ممل، مش ممل، يعني انت بمجرد ما الاحداث اللي هي قفلت كل حلقه ديت خلاص خلصت، انا حضرت احداث المسلسل ما يلزمنيش خلاص المسلسل. عكس مسلسلات تانية ومخرجين طبعا كبار، مسلسلات لن اعيش في جلباب ابي، لن اعيش في جلباب ابي ده انا ما حضرتوش ومن زمن بالنسبه لي، احب اتفرج عليه لغايه دلوقتي. يعني رغم تغير الزمن ورغم تغير التكنولوجيا وي وي وي، بس دي مسلسلات اتفرج عليها وما ملش. لكن مسلسل حضرتك ما اعتقدش ان انا اتفرج عليه تاني، ما اعتقدش ان انا مثلا اقلب في التلفزيون ولو لقيته هتفرج عليه. خلاص، هي مره واحده بالكتير، مرتين كتير عليه، والله العظيم.
مسلسلات بقول لك عليها دي ما فيهاش لفظ غيري، ما فيهاش عريه، ما فيهاش المسلسلات فكرتها بسيطه جدا. يعني المسلسلات فكرتها بسيطه جدا، ابسط ما تكون. المسلسل كله بيدور حوالين عيله بتحب بعض، مش مسلسل العيله كلها بتاكل في بعضيها والعيله كلها شياطين واللي. مسلسل ابسط ما يكون، ما فيهوش عريه عشان المشاهدات، ما فيهوش الفاظ. وقيس على كده مسلسلات كتيره بتاعت زمان. يعني صراحه مش عارفه انتوا ليه بتحطموا القيم المصريه، الاسره المصريه قيمتها ليه بتضيعوها؟ ليه؟ مش عارفه، لمصلحه مين؟ مش عارفه. ندخل بقى على مسلسل فهد البطل. خلصنا بقى استاذ المخرج ومسلسلاته، ندخل بقى على مسلسل فهد البطل. يعني استاذ احمد العوضي، انت مش حاسس نفسك انك مش بتقدم حاجه جديده بجد؟ نفس الشخصيه، نفس الكلام، نفس كل حاجه، يعني نفس كل حاجه. ليه نفس لازم تحضرها، ونفس البلطجه. مسلسل بلطجي، عرب السويركي، فهد البطل، مش عارفه ايه، كلهم نفس الشخصيه، نفس البلطجه. بلطجي حضرتك طالع بلطجي، مش عارفه ليه. لازمه، يعني لازم كل شخصيه لازمه. يا جدعان انتوا بتنزلوا الشعب المصري وتشوفوا مفيش ناس بتبقى عندها لازمه، مش على الله حكايتك والحاجات دي. مفيش واحد بيبقى ماسك الكلام ده في لسانه، مفيش. بعدين ايه بشويشه الجديده دي يعني حضرتك؟ انت مش شايف ان بشويشه ديت ما تطلعش من الراجل؟ يعني بشويشه ديت واحده بتدلع تقولها، لكن مش راجل بشنبات هو اللي يقول بشويشه. ولا ايه رايك؟ يعني مش عارفه، مش حاسس كده؟ مش حاسس ان هي مش لاقيه عشان تقول بشويشه؟ يعني لما الست تدلع طب تقول انت تقول بشويشه، الست لما تدلع تقول ايه؟ وبعدين حضرتك لازم تكون البطل اللي مفيش منك اتنين. ما ينفعش تكون بني ادم زيك زي اي بني ادم عادي يضرب ويتضرب. حضرتك ما بتتضربش، يعني حضرتك بتخش المستشفى تقول لهم بص بسم الله الرحمن الرحيم انا ما اتضربش، انا ايه؟ محدش يمد ايده عليا، انا اللي لازم اعلم على الكل، محدش يعلم عليا. يا جدعان في يا جدعان، يا جدعان انتوا مش شبهنا، بجد انتوا مش شبهنا. يعني انا حضرتك وصلتني لمرحله ان حتى لو انت مش في الكوكب ده ممكن يحصل له حاجه وهيبوظ، بجد هيبوظ. ما انت جامد قوي، انت جامد كل حاجه، جامد بالفحت، اللي فاهم في كل حاجه واللي عارف كل حاجه. حرام تطلع بني ادم عادي، موظف عادي رايح يشوف شغله، حرام. لا لازم تبقى جامد، انا الجامد اللي مفيش مني اتنين. بعدين ايه كميه الاحداث والحشو اللي ملوش لازمه؟ انتوا غلبتوا الهنود. يعني مفيش بني ادم طبيعي في الحياه بيقابل كل الكم من الاحداث دي. اخته مش عارفه، ابوه عمه لما قتل ابوه اخد العموديه وهو اخد اخواته وعلمهم عشان يعرفوا، وامه بتدور على ايه يا جدعان ده؟ ايه يا جدعان ده؟ وطول المسلسل عمال يديك احداث عشان ويجي بقى في الاخر يقفل القفله زباله، يقفل افضل القفله. هو عمال بيحشي في احداث هو مش عارف هو هيقفلها ازاي، وعايز يخليك كل حلقه مشوق للحلقه اللي بعديها، لكن يقفل ازاي؟ لا ما يعرفش يقفل ازاي. حاجه كده منتهى العبثيه، والله العظيم منتهى العبثيه. يعني انا ممكن مثلا من كل الافكار اللي انتوا حاطينها دي اخد فكره واحده وابني عليها مسلسل، فكره واحده. يعني انتوا بتحسسوني ان انتوا مش اشخاص عاديين، انتوا من كوكب تاني. ده غير طبعا مشاهد وكلمات مش لايقه خالص، ان احنا في شهر المفروض كنا في شهر الكريم ولا اي حاجه. لو طالعين يقول لك ده كان لفظ واحد، لفظ واحد بس. لا صح، لفظ واحد صح فعلا، هو ايه المشكله؟ لفظ واحد. ما بتراعوش ان انتوا داخلين بيوت ناس، اقسم بالله العظيم ما بتراعوش. الواحد مش لاقي حاجه يتفرج عليها من غير ما يكون فيها حاجه وحشه. الواحد مش لاقي حاجه، بقى صعب.
يعني من 500 عمل نزلوا، في 500 عمل، من كل الاعمال من 500 عمل ممكن تنقي اتنين او واحد او اتنين ان انت تقدر تتفرج عليهم معاك، لكن الباقي لا. شوف بقى مش بتدور انه العمل الاحسن قد ما بتدور على انه على العمل الاصلح ان انت تعرف تتفرج عليه انت والعيله، لان كل المسلسلات معتمده على 3 حاجات: ستات عريانه، الفاظ وحشه، وبلطجه. هو ده بقيه المسلسلات كلها معتمد عليه، والمشكله ان ده مش بيمثلنا. انتوا كده بتخلوا الناس التانية تاخد عننا فكره ان الشعب المصري كده، مع ان احنا شعب بسيط. انت لو نزلت خبطت على بيوت الناس اللي في الشارع، الناس الغلابه اللي في الشارع، مش هتلاقيهم كده. وطبعا بقى بعد ما فهد البطل خلينا نحس ان احنا في فيلم اكشن وفي كوكب تاني، بقى نرجع بقى للارض شويه ونروح ايه لمسلسل حكيم باشا. يعني انا كل اللي هتكلمه عن المسلسل دوت ان هو لا يمت للصعايده بصله، لا يمت للصعايده بصله، مش شبه الصعايده. انتوا حصلتوا الصعايده في حاجتين: يا تجار اسلحه يا تجار اثار. بس تجار اسلحه وتجار اثار. اللهجه مش الصعيدي، افوره الاداء دي مش صعيديه، ده مش الصعايده. انتوا ما بتنزلوش تتفرجوا. اللي بيكتب مسلسل وقاعد بيكتب مسلسل ما بينزلش يتفرج، ما بيشوفش ان هو لا هو كده بقى على انت المفروض انت تقدم اللي موجود، مش تجيب من دماغك. انت مش بتكتب قصه خياليه. الصعايده دول مش ناس خياليه مثلا مش موجودين في الدنيا، مش عارفه يعني، مش عارفه والله العظيم، دي حاجه بجد والله العظيم يعني. يعني لا، معظم المسلسلات اللي نازله مش شبه المصريين بجد والله العظيم. معظم المسلسلات اللي موجوده دلوقتي مش شبه المصريين. معظم المسلسلات اللي نازله دي مش بتعبر عننا. الواحد بقى تعبان وهو بيدور فين المسلسلات اللي شبهنا. مفيش. انتوا بتتكلموا عن كوكب تاني مش احنا. يعني مسلسلاتكم فظيعه، ده غير بقى مسلسلات كتيره طبعا. انا قلت اجيب لكم المسلسلات اللي هي في الوش اللي ظاهره بتاعت الفنانين الكبار، يعني مسلسلات مش عارفه. عموما دي مسلسلات مش شبهنا وانتوا مش شبهنا. لا دول اسكندرانيه ولا دول صعايده ولا دول مصرية كهروية ولا أي حاجة. لا فهد البطل ده يمت للواقع بصلة ولا سيدي الناس يمت للواقع، مفيش أصلا. ولا بقى فيه ده فبسببكم انتوا. يعني لو النماذج دي بقت موجودة فبسببكم انتوا، لأن الناس بقت بتقلدكم انتوا اللي بتخلقوا النماذج ديت. انتوا اللي بتعملوا كده، بتخلقوا الشخصية والناس بتبدأ تقلدكم. انتوا اللي بتظهروا الناس ديت تبقى مستخبية، وانت لما بتطلع تطلعهم فهم بقى يبدأوا يظهروا وبيبقوا قلة قليلة. فانت طبعا مش هتروح طبعا تمثل مثلا مسلسل على عيلة بسيطة، لانها مش هتشد الناس من وجهة نظرك. لا انا اجيب بلطجي واجيب واحد بيشتم واجيب مش عارفة ايه. بجد الواحد تعب. انتوا اللي بتقولوا ان الفن رسالة، للأسف انتوا ما بتقدمولناش رسالة للأسف. شوفوا بقى ايه أسوأ إعلانات اتعملت في رمضان السنة دي. أسوأ إعلانات من وجهة نظري المتواضعة المتناهية المتوازية. مش محتاجة إن حد يجي يقول لي لا ده حلو، كل واحد بحسب وجهة نظره. البني آدم ده من وجهة نظري أنا إن دي أسوأ إعلانات اتعملت السنة دي. ما تيجي نشوف ترتيب كده الأسوأ. وأول إعلان معانا في نظرية بتقول إن أي واحدة خلال يومها العادي لازم تلبس كذا وش، ويا ريت ما تدوروش ورايا لأن دي نظرية أنا اللي اخترعتها. مع مديري لازم ألبس وش الشطورة، مع جوزي لازم أبقى دايما حلوة وأمورة، مع الولاد في النادي عشان بوصل عمورة. إيه؟ أجي خدتني عشان رجله مكسورة؟ في اليوم العادي لازم ألبس كذا وش، بس بعرف برضه أغسل وأبقى أمورة وفريش، عشان طول ما أنا معايا مية سينما أسهل حاجة عندي كل شوية أغير وش. في الشارع لازم أركب وشي بجد، وطبعا لو في الشغل ماليش دعوة بحد. جدعة هادية صبورة ناجحة نايمة صاحية فايقة، وصحابي لما يشوفوني يقولوا ألذ واحدة فينا جت. فاهم قصدي؟
كل يوم كده كذا وش بمعنش كل الناس بقول لنفسي معلش معايا ميت في المكان كله وفريش فطبيعي اكون حلوة ولا الاعلان دوت انا لو كده هتلبسي الوش يبقى خلي معاكي ميت ثانية هيخليكي حلوة وش انا اول ما بشوف الفيلم دوت بحس ان دي حاطة كمية حاجات على وشي كتيرة يعني حاطة حاجات كتير على وشي يعني وشي تقيل من كتر الحاجات اللي حاطة على وشي والله العظيم يعني المفروض يعني مثلا اعلانات الميك اب مثلا كلها تقول لك مثلا ان الواحد يبقى حاطط الميك اب بتاعه من كانك حاطط ميك اب كانك مش حاطط ميك اب الكلام دوت يعني هو ده مش طبيعي بس ماشي لكن الاعلان انت اول ما تشوفه تحس ان انت حاطط كميه ميك اب استاذ ايتن عامل يعني وش 500 وش ايه يا استاذه وشي ايه حرام كتير يعني انا حاسه ان انا من كتر الوشوش وشي تقل يعني انا اول ما بشوف الاعلان بحس ان وشي تقل خد وضع التقل لوحده ما اعرفش ليه يعني الصراحه اعلان غير موفق يعني انا ما اعرفش وحاساه غير موفق في رمضان ما اعرفش هما ليه منزلوه في رمضان غير موفق اصلا يعني اعلان مش موفق يعني انا شايفاه اعلان مش موفق ما اعرفش ليه يعني حاسه ان وشي تقيل من كتر الطبقات يعني وش حاسه من كتر الطبقات وشوش كتيره ووشي تقيل يعني يعني هتقول لي مثلا هقول لك مثلا طب اعمل حاجه مثلا كاني حتى ميك اب مش حاطه هتقول لي مثلا دي اتحرقت في 100 اعلان اقول لك ما هي بقى الفكره والجمال ان انت تطلع من الحاجه المهروسه دي حاجه جديده فكره يعني نفس الفكره بس حاجه كرييتيف كده جميله لكن ليه كميه الوشوش دي يعني انا طول حياتي هفضل عايشه في وش طب انا عايزه اعيش بطبيعتي يعني انا بقى عايزه اعيش بطبيعتي حرام اعيش بطبيعتي يعني وش وانا بوديه النادي وش وانا بوديه في الشغل وش مش عارفه فين ايه كميه الوشوش دي يا جدعان وشوش كتيره قوي وشوش يعني تحسي ان انت لا حطيتي 500 كيلو بودره على وشك على 500 كيلو فاونديشن من كتر التقل ايه يا جدعان لا الصراحه اعلان مش حلو الاعلان بامانه لا مش حلو يعني شوفوا الاعلان اللي بعده يعني ده أسوأ إعلان الإعلان بقى اللي بعده الإعلان بتاع الملك يعني جايبين ده إعلان في رمضان يا جدعان انتوا مش عايزين تفهموا ان احنا في رمضان يعني مش عايزين تفهموا ان الوقت دوت اللي انتوا بتعلنوا فيه الاعلان ده كان في رمضان الاستاذه الفنانه اللي جايبينها دي حضرتك قلعه فوق وتحت حضرتك مش يعني مغطيه النص الحته اللي في النص ومن فوق بلبسه من ايه الفستان حضرتك لابساه ده يا استاذه انت طالعه تعلني الناس وارد ان انت الاعلان دوت يجي مثلا قاعدين بنتفرج بلاش قاعده مولعه التلفزيون بتفرج على شيء وارد ان الاعلان ده يعدي عليا كده يركبوا لي ذنوب ليه وانا قاعده ولا للشباب ولا الرجاله اللي قاعدين بيتفرجوا ايه الاعلان ده وبعدين يعني انسان اختيار الملابس حضرتك في رمضان طب بتلاقي لابسه قفطان طب احنا في رمضان البسي قفطان كانك يعني بتعلني ايه اللي حضرتك لابساه ده يا استاذ ايه اللي حضرتك لابساه ده يعني حضرتك في رمضان يا استاذه والله في رمضان يعني نقول لك في رمضان يعني نجيبوا الترند ده يا استاذه في رمضان والله في رمضان حضرتك في رمضان العين اللي في رمضان ايه الحاجات يعني فين الستايلست اللي حضرتك بيلبس حضرتك يعني مالكيش ان حضرتك في رمضان ولا انت حضرتك صممتي ان انت تلبسي الفستان انا مش فاهمه ايه الفستان وفين اصلا اللي بيعملوا الاعلان ده هم مش شايفين انه يعني حتى كمان القلع بقى في الاعلانات يعني حتى القلع بقى في الاعلانات يعني الصراحه انا مش عارفه شوف الاعلان اللي بعده هو الجو ساعات كده هبقى محتاج ليها محتاج حاجة حلوة تفرفشنا وتخلينا نتجوز مع ناسنا وتاخدنا نتجوز عايش وانا احب الله وانا اموت
فيلي، مش قصدي انا قصدي الحلو اللي انا دقته وانا ندمت قوي يوم شفته، ده بتاع دلوقتي ودلوقتي وعلى طول موجود. مش ده هو ده ايوه هو أزل عليا مرتبها وخلاص أنا عادي مجربها، والمسافة بندم قربها، وده زيه مفيش فوقين عيشني وراني الفرق ما بينه وبين غيره، هو واحد بس مفيش غيره، وحياتي ما تمشيش من غيره، بس أنا بعيش آيس كريم فرايداي and let's ice cream. عندي احنا بنحب الشاشة بتاعتك. ايه اللي ما بحبش واللي في واللي ايه الاعلان ده؟ بيتكلم عن ايه الاعلان؟ يعني ايه الاعلان؟ يعني ما بيتكلمش خالص عن الجينات، ما بيتكلمش عن الحاجه اللي هم بيعرضوا عنها. ما بحبش واللي في واللي في ايه اللي كل دوت ايه اللي ايه ده؟ ايه الاعلان ده؟ وحش بالنسبه لي، وحش. معرفش بقى بالنسبه لكم ايه. شوف الاعلان اللي بعده من وجهه نظري. أول يوم عند ماما، تاني يوم عند ماما، تالت ورابع والبقعة طبعا هنروح لماما. يا ربي نبي ماما، يا ربي نبي ماما، يا ربي بص اعلان العربي اللي هو عند ماما حلو. انا بالنسبه لي حلو، بس مش مراعي. يعني اعلان مش مراعي ان لا، يعني في ناس يعني مشتاقه لامهاتهم، فما بيروحوش في رمضان لأمهاتهم. يعني هم كفاية إن هم أمهاتهم مش موجودة، لا وكمان في رمضان اللمة وكده مع أمهاتهم بتبقى صعبة، فانتوا جايين تزيدوا تنة بيلة ولا البيلة تنة، مش عارفة بيقولوا عليها ايه كده. فانتوا بقى بتدوسوا على الجرح. انا بالنسبه لي حلو، ربنا يخليلي ماما عايشه والحمد لله. لكن في ناس تانية المفروض نراعي ان في ناس تانية امهاتهم مش عايشه. الموضوع دوت يعني بجد بيأثر فيهم، ان تقعد لحظة تسمع الإعلان ده ان هي في يوم من الأيام كانت بتروح عند مامتها فتعيد الأحزان. يعني شوف بقى كم قد ايه. لا، روحوا بقى الناس برضه تتكلمي، تروحوا معندين في الناس، يروحوا منزلين بتاع بقى العيد برضك اللي هو او اللي هو العيد عند ماما برضك. يا جدعان في ايه؟ طب ما انتوا كنتوا ممكن توازنوا الاتنين. يعني مثلا تعملوا الاعلان دوت وعشان تريحوا تعملوا اعلان برضك يعبر عن الناس اللي فاقده امهم، فيبقى بصي يعني يبقى كمية في الرقي والذوق والحب. لا مفيش. انتوا في رمضان عند ماما والعيد عند ماما، والناس طيب اللي اللي امهاتهم ميتة ديت هيعملوا ايه؟ حرام والله العظيم. يعني بجد بتبقى صعبة. يعني ربنا ما يكتبهاش، يعني بجد بتبقى صعبة. ربنا ما يكتبهاش على حد، بس ما تجربوش يعني ان واحد يبقى مامته او باباه مش موجودين وانتوا بتجيبوا اعلان تقولوا عند ماما في رمضان عند ماما والعيد عند ماما ولا مش عارفة ايه عند ماما. طب ارحموهم برضك يعني الناس دي. لا يعني الصراحة انا بالنسبة لي ما فيش مشكلة
بس بالنسبة للناس فاحنا لازم نشوف آراء الناس برضه، حرام يعني حرام. نشوف كده بقى الإعلان اللي بعده. مفيش اجدع من اللي ملقاش عيشه الكومباوند اللي نفسه فيها جوه محافظته وقرر يقعد جنب اهله وناسه وعزوته. وفيها ايه يعني؟ ما الدنيا تمام اهي. تمام مين يا عم؟ ما تخلصوا بقى يا جماعه. تعالى هتجيبك، ممكن يركن اخر الدنيا. دي هتجيبني الارض دي يا باشا. يتمشى الحته دي ايه ياضا. وممكن يرجع ليها متخبشه، خربوش بسيط يعني. نصابه. وعادي تلاقيه بيشتري شقه على الورق، يجي يستلمها كمان سنه يلاقيها لسه على الورق بس لازقه في بيت حماته. والراجل ده اهو زي الفل اهو، بيعشق قعده البلكونه. اي نعم هو قاعد مع الجيران ونس. شايف اللي بيفحت نفسه طول اليوم في الشغل ده يرجع ينام وسط عيلته. هو في عماره بتتبني قدامه، اسد ودني. وعندك ده 5 دقايق يوصل من شغله لبيته. حرامي. حضرتك نسيت دي يا جماعه، كده كتير قوي بقى، انا زهقت. وانت جاي على نفسك ليه؟ ما عندك صندوق التنمية الحضرية عمل لك كومباوند كامل متكامل فيه كل الخدمات والمرافق اللي نفسك فيها جوه المحافظة. بص إعلانات بقى إعلان، بص إعلانات الكومباوندات كلها حلوة جميلة، أنا ما عنديش مشكلة فيها، حلوة وعسل ومية مية، وصراحة مية مية يعني. إعلانات حلوة وأهاليها حلوة وكل حاجة، بس الشبه أنا عايزة من كل يعني من 5 6 كومباوندات اللي حضرتكوا عرضتوها دوت إعلان يشبهنا. احنا مش عايزين كومباوندات، يعني احنا مش عايزين إعلانات كومباوند، احنا عايزين إعلان لينا يعني، إعلان شبهنا وفي آلاف الشباب عايزين كده يعني. احنا مش هنسكن في كومباوند، احنا مش احنا الفئة اللي احنا مش هنسكنه في الكومباوند يعني. ممكن مثلا تشوفوا لنا حاجة مثلا شبه عمارة، عرضوا لنا إعلان عن عمارة. مش عايزين نسكنه في كومباوند، احنا عايزين نسكنه في عمارة يعني. ده حتى في إعلان بيعرض عن كومباوند بيعنصروا علينا ان هو يعني ماشي في الزحمة وعشان مرضاش يسكن في الكومباوند وطلع في الشباك بشوف الإعلان ده وروحه وقعد يشرب شاي بفرنا الحمالات وكلهم كانوا واقفين. والله العظيم ما بيحصلش عندنا ده يعني. كمان مش قادرين تعملوا اعلان شبهنا وبتعنصروا علينا يعني. معلش ما هو يعني انت مثلا بتقول انت في الزحمه هتمشي ما انت هو انت هتفضل قاعد جوه الكومباوند؟ ما انت هتطلع شغلك يابا، ما انت شغلك بره الكومباوند، انت شغلك مش جوه الكومباوند، ما انت طالع بره يعني. انت معلش انت هتسكنوا الناس كلها في الكومباوند واللي بره دول الزومبي وعايشين يعني ولا ايه؟ اللي مش في الكومباوند بس عربيتك حصلت. طب ما انت طالع بره، ما انت مش قاعد جوه الكومباوند يعني، ما انت طالع تشتغل يعني، وانت شغلك بره برضك. يا جدعان ما تعنصروش علينا واحنا بقى الكومباوندات حلو حلو، محدش هيعيب عليا عشان انا موجود ماشي. بس احنا عايزين اعلانات شبهنا، اعلان شبهنا يعني. بالنسبه للناس التانية اعلان واحد شبهنا. احنا في مننا كتير، في مننا كتير مش محبين الكومباوند. احنا ناس بنحب نعيشوا مع اهالينا يعني. احنا ايوه احنا مش محبين وفي ناس فكروا فينا يعني. فكروا فينا هتكسبوا مننا كتير والله العظيم يعني. لو فكرتوا فينا هتلاقونا هنيجوا معاكم سكه والله العظيم. فكروا فينا بس احنا عايزين حاجه شبهنا، شبهنا احنا يشبهنا احنا، دول مش شبهنا، احنا عايزين حاجة شبهنا يعني. يعني انا مش بقول حاجة بس هما يعني احنا خلاص تعبنا يعني. لو كل اعلان كل ما ما نقلب نلاقي اعلان كومباوند يعني 5 اعلانات كومباوندات. ها اعلان بقى شبه واحد، مش طالبين كتير، واحد بس مش طالبين كتير، هو اعلان واحد يبقى شبهنا. وشكرا لكم ويعني الواحد هيبقى شايل دماغه لفوق. والله العظيم. في بقى اعلان تاني بقى بتاع استاذة جورجينا، اعلان مش مفهوم، او ده بقى اسوأ بقى من اعلان كمان استاذة ايتمان. مش مفهوم الاعلان ده، معرفش مش فاهماه والله العظيم. اعلان بيعرض عن ايه مش عارفة يعني، مش فاهمة. وبعدين يعني خلاص من قلة الناس جايبين لنا جورجينا يعني. انا مش عارفة
وبعدين انت هتقولك الاعلان مش موجه ليك، ما انت بتعرضه لينا، ما احنا قاعدين نتفرج على مسلسل في امان الله طلع علينا اعلان جورجينا، ما هو لينا. انا مش فاهمه هو ايه الاعلان دوت، مش فاهمه وبتاع ايه، مش فاهمه. لو حد فاهم يقول لي، عشان مش فاهمه الاعلان ده بتاع ايه. يعني هما جايبين جورجينا بس، انا فاهمه ان في الاعلان هما بيعلنوا عن جورجينا، مش فاهمه هما بيعلنوا عن ايه، مش فاهمه والله العظيم ايه لازمته، مش فاهمه. احنا عايزين مسلسلات شبهنا، المسلسلات دي مش شبهنا ومش بتعبر عننا. ايوه المسلسلات دي فعلا مش شبهنا ومش بتعبر عننا، وانتوا عشان تكسبوا ممكن تعملوا اي حاجه، لدرجه ان انتوا تشوهونا. المسلسلات دي مش شبهنا. ولحد هنا بيكون الفيديو بتاعنا خلاص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب، وتكتب لي كومنت حلو جميل، وسلام.